مصادر مسؤولة عن اتصالات رفيعة المستوى تجري منذ ساعات بين جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، لتأمين رحلة مباشرة من الرباط إلى مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل مشاركة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 عاما في كأس إفريقيا المنظمة في الجزائر بداية من السبت المقبل. وأكدت المصادر نفسها أن رئيس الفيفا ورئيس الكاف توصل بإشارات إيجابية من مسؤولين بالجزائر لتأمين رحلة مباشرة لمنتخب الفتيان للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، في انتظار الموقف الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن تدخلات الاتحاد الدولي والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أفضت إلى التوصل إلى حل مبدئي يكمن في سفر بعثة المنتخب المغربي في رحلة مباشرة إلى الجزائر عبر طائرة خاصة لام الفيفا، في حال استخلاص الترخيص الرسمي للسفر مباشرة من الرباط إلى قسنطينة. فإن بعثة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ستشد الرحال إلى الجزائر غدا قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات كأس إفريقيا. جدير بالذكر أن القرعة كانت أوقعت المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.